هاني، انت قاعد تعمل ايه؟ والله يا حبيبتي كنت بعمل ايه يعني؟ مسكت الريموت وقعد اغير ملقيتش حاجة عدلة، قلت اسمع اي مسلسل وخلاص. تسمعي معايا؟ ماشي ماشي يا حبيبي، حاجة تسلينا وخلاص. تمام، يعني انت موافقة عن المسلسل ده نسمعه مع بعض؟ حاجة يا حبيبي تسلينا وخلاص. ما احنا مش لاقيين حاجة نعملها النهاردة، وخلاص الواحد حاسس بملل وزهق كده. نسمع المسلسل ده، وكمان مسلسل جميل ومضحك. تصدقي يا حبيبتي والله عندك حق، ده حتى ربع جنيه مبيبقاش في جيبي. بجد يا حبيبي؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ده العيال محتاجين طلبات، وطلباتهم كترت في المدارس والدروس. سيبها على الله يا حبيبتي وهتفرق. ونعم بالله، بس لازم نشوف لنا مشروع حلو وجميل ويكسب ويخش لنا منه فلوس، على الأقل المبلغ اللي يخش لنا نقدر نصرف بيه على عيالنا في المدارس. طب تصدقي يا حبيبتي والله عندك حق، بس مشروع ايه اللي هنعمله؟ سمعت يا اخويا كده برنامج جميل وحلو بيعرضوه على الطيور وتربية الطيور، بيقولوا مشروع جميل ويكسب كمان. مشروع طيور يا ولية؟ ايه حرام عليك، على اخر الزمن الشغالين في الطيور وانا برضو في طولة بال اللي انا اقعد اوكل الطيور وانضف تحتيهم؟ يا ولية حرام عليك، ده خلاص الصحة ما بقتش هي. فكرنا في مشروع جميل وحلو كده يا ناصح، بفكرتك الجميلة. طالما فكرتي مش عاجباك، انت يا راجل مال وشك اتغير كده ليه وبقيت كئيب مرة واحدة؟ حرام عليك يا شيخة، قطعت حبل افكاري. حبل افكارك؟ سلامات يا حبل افكارك. انت مش قلتيلي فكرلي في فكرة حلوة كده نعمل مشروع؟ عم يبقى وشك بالشكل ده وبالمنظر ده؟ فكر يا شيخ، حرام عليك، ما افكر ازاي يعني؟ انا ما بفكرش غير بكده، وسيبيني افكر في المشروع اللي انت قلتيلي عليه.